السلام عليكم واهلا وسهلا صحباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم مزيانه، اموركم هانيه. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، فيديو جديد ونهار جديد كيف العاده. المهم اليوم بديت معكم الفيديو هكا من مور الغداء تقريبا داك 3:30. طلعت حويجاتي نشرتهم اللي كنت صبنت في الصباح، طلعتهم نشرتهم قررتهم بالمقابض لان كاين الغيام وكاين الريح وما بغيتش نخليهم هكايا في الدار. قلت ضروري نطلعهم نضرب فيهم غير الهواء ونهبطهم، ماشي مشكل واخا كاين الريح والغياب، ماشي مشكل واخا ما كايناش داك الشميشه اللي كينشفوا فيها الحوايج وكيتشمشوا، ماشي مشكل البنات. هنا البنات راه وليت كنصبن يوميا الصابون يوميا عندي، لان صافي ما بقاش عندي مشكل الحمد لله مع الماكينه. كانت عندي الماكينه العاديه صراحه الله، الماكينه اوتوماتيك رحمه ديال الله، رحمه ديال الله البنات، غير خذوها جمعوا لها، ديروا لها صندوقه، اي حاجه. المهم ما تبقاوش بلا بها، راها كتعاون بزاف، لا كتوفر عليكم الوقت وحتى الصحه ديالكم. راه هذيك راها كتهلك الصحه، ما نكذبش عليكم. الماكينه العاديه كتهلك الصحه، كتبقاي تشلي، كتبقاي تعصري، كديري واحد المجهود، ماشي بحال هي اللي كتقبضي هكا وكتنشري، راه فرق كبير. ايوا صافي نشرت حويجاتي وهابطه بحالي. قلت اختي نصور لكم هاد اللقطه راني هابطه للدار. كيف شفتوا راني ساكنه في السفلي، السطح بعيد عليا، لكن ماشي مشكل. اللهم زعما نتشجع هكا وننشر يوميا، ولا نبقى نخليهم يتجمعوا عليا وكيصعب عليا الحل انني نصبنهم. ايوا صافي البنات، هنا راه كنت مشيت نعست شويه، راسي كان كيضرني الصراحه ومشيت نعست شويه. ايوا قلت هنايا نجي نكمل معكم الفيديو. المهم الفيديو كما بغى يكون، المهم نكمل معكم النهير ديالي وصافي. هنا البنات كنت غاسله شي مويعنات وصافي يبسوا، خصني نرجعهم بلايصهم. المهم انايا راه ما مرتباش شي ترتيب الصراحه. المجيرات اللي دايره فيهم الماعن، هاد المجوره الصراحه كبارين وكينفعوا، كدير فيهم الماعن تيجيوك ساهلين وقرابين، دغيا دغيا كتردي فيهم هكايا وتخلي الشبيكه خاويه. ما كيكونش المنظر زوين ديال الكوزينه، وداك العرام ديال الماعن كيكون هكاك في داك الشبكه. من الاحسن هكا تبقاو تخليهم يستقطروا، ومن يستقطروا ردوهم للمجيرات، او لا كان عندكم شي بلاكار هكايا قريب. هاد الدار ما لقيتش فيها البلاكارات الفوق، ولكن لقيت فيها البلاكارات اللي تحتها. الصراحه نفعتني هكايا المعينات ديالي، زدتهم لي البلاكار اللي هكا جاي بالبيبان دايره فيه المعينات وداك ما عارفين الشباكي وداك الشيء د الميكا وشحال من حاجه. وهذوك المجيرات دايره فيهم الاستعمال اليومي، الطباسل، الكيسان، داكشي اللي كنحتاج يوميا. وهنا البنات بغيت ندير شي كويز ديال اتاي، كنتفرجوا في واحد الفيلم على ما يبدا، قلت ندير شي كويز اتاي، نحط شويه ديال الكاطو، شويه ديال السلو. هنا راني شحرت اتاي طيبته، غنحط معاه شويه ديال السلو، شويه الكاطو، لانني صافي غير نتفرج في داك الفيلم. غنوض نغسل المعينات صافي ومباشره غنمشي نطيب العشاء. ايوا غير قبل البنات على هذا الفيديو راني بديت لكم كي قلت لك حتى العشيه عاد بديت لكم ونعست وفاقت وقلت والله حتى نكملوا ما نضيعش اختي نهاري. وانا ما مصوره حتى فيديو. المهم اليوم راني صورت، نقدر غدا ما نصورش على حسب، حيت قلت لكم ما غادي نمشي عند السيده نبارك لها في الدار غدا ان شاء الله يا ربي. المهم الا لقيت كيفاش ندير نصور لكم شي لقيطات راني غنصورهم، واخا يجي الفيديو قصير ماشي مشكل، اهم حاجه هو انني نحط، لان كي غير كتحطي كتبداي تحطي يوميا كيبداو يتزادوك شويه السوايع، شويه ديال لي زابوني. مي ما كتحطيش قناه كتوقف بصفه نهائيه. هو المهم البنات الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من اللايك والتعاليق، انا تنذكركم في وسط الفيديو لانكم كتنساوني البنات من البصيمات ديالكم وما كتكتبوش ليا التعاليق. شوفوا التعاليق راه واخا عندي فيهم واحد المشكل، راه كنقراهم كنولي ندخلهم في البلاصه التعاليق، هما تيكونوا في الاول ما داخلينش في بلاصه التعاليق واخا كتكتبوا تعليق، ومن بعد راه انا كنولي ندخلهم في بلاصه التعاليق، عندي فيهم مشكل. ان شاء الله هي دابا نحلو غير مع الوقت وصافي. دابا نشوف شي واحد اللي يحل لي هذا المشكل ديال التعاليق. هنا راه كنوريكم راني حطيت داكشي ديال العشاء، صوبت البصله، صوبت الدجاج، قررت البطاطا، مشيت للحانوت خديت الحليب وخديت الفرماج وخديت كنور، وتما بقيت عندي غير واحد الطريف صغيور ديال الفرماج الاحمر،
وصافي قلت غنديباني به ماشي مشكل. باش ندير ان شاء الله باستيشيو. بغاو البنات ياكلوا باستيشيو، شحال هادي هما فاضحيني عليه وانت نقول لهم دابا نصوب لكم دابا نصوب لكم، ما صوبت لهمش. وصافي قلت اليوم غنشجع نصور معاكم ونصوب ليهم باستيشيو. هي بداك الشيء اللي عندي ديبانيت، شحال من حاجه ناقصاني كاين ماشي مشكل. اهم حاجه هو انني نفرحوا الوليدات وصافي ندير لهم داك الشيء اللي بغاو. راكم عارفين داك الشيء كياكلوه في الزنقه ماشي مشكل الا بغيتو ديروه لهم في الدار هكا مره منها كتقتصدوا على راسكم المصروف ومنها كتفرحوا وليداتكم. هنا البنات جيت باش نغسل المعينات هكا ديال الكوتي وديال الغدا حتى هما ما كنتش غسلتهم، وداك الطيوس ديال لانش بوكس ديال البنات من جابوهم صافي حطيتهم حتى نغسلهم. ايوا صافي غادي نغسل المعينات ديالي عاد نمشي نكمل التوجات ديال العشاء، حتى انا قررت غير داكشي حطيته فوق بوطاجي باش من نبغي نصور يجيني ساهل ومنها ما يتجمعوش عليا الماعن. راكم عارفين دابا راه غادي نغسل هاد المعينات عاوتاني منين غادي نصوب العشاء ونسالي غيكونوا نجمعوا معينات وحده اخرين. ملي كتكون يديكم هنا ويديكم هنا ما كتكونش عندكم الروينه بزاف، غير تحط شي حاجه غسلوها راه الصراحه كتسهل عليك المأموريه. ايوا شفتوا البنات هانتوما الماعن مغسولين. دابا غنمشي نصوب العشاء. هنا البنات درت الفريتي تقلى، ما ديوش على داك المقله راه غير ديال القليان وصافي. عاد ان شاء الله باغي ناخذ شي مقيلات وشي كسرونات كلشي ولا حالته، خصوصا هذوك المقالي ديال الكرانيت ما كيصدقوش نهائيا، حتى الحكال ما كيتحكوش كيصدقوا خايبين. بنادم من الاحسن ياخذ الاينوكس بعدا كتاخدي لهم هكا برودوي وغير كدوزي عليهم دغيا وكيوليو كيشعلوا تبارك الله، كيوليو غزالين بحال هاد البرودويات اللي مخرجين دابا في بيم وفي شحال من حاجه. كيصلحوا غير الاينوكس ما كيصلحوش لشي حاجه اخرى. ايوا صافي البنات هنايا جيت باش نصوب لاصوص بلونش. درت زويته ودرت واحد المعلقه كبيره ديال الطحين صافي، وغادي نبدا نزيد في الحليب. كاين اللي غتقول لي علاش ما درتيش الزبده، ما كانش اختي عندي الزبده وديبانيت بالزيت، حتى الزيت راه كيجي زوين بحال الزبده، كتجي زوينه لاصوص بلونش بهاد الطريقه هذه. المهم كنبدا نزيد الحليب بشويه صافي، وكنولي نزيدو كامل وكنخليها حتى كتبدا تقال ليا شويه. كنسمها بعدا بكنور ديال الدجاج والمليحه والبزار، كتجي واحد لاصوص بلونش بنينه ما نقول لكمش البنات والله العظيم. هي جربوها وغادي تعرفوا على ايش كنهضر. صافي هنايا بدات كتقلي، غنزيد ليها واحد جوج ديال الفرomاج ديال الشيدار حتى هما كيعطيوها واحد التعليكه واحد البنه. صافي نحركهم مزيان حتى كيذوبوا ونطفي عليها. راه كتجي زوينه البنات والله العظيم حتى كتجي زوينه، غير جربوها. صافي دابا غادي نمشي باش نصوب هكايا الدجاج من بعد ما قليت الفريت وصوبت لاصوص بلونش وعقادت ليا ولات خاتره زوينه. غنمشي باش نصوب هكايا الدجاج في مقيله. حيد داك لاصوص بلونش درتها في واحد الزلافه وغسلت المقيله. هي فاش غادي ندير درت لها زويته وشويه ديال البصله، خليتها على ما كطيح البصله، وكنزيد الصدر ديال الدجاج. هذا غير اللي حيدته من الدجاجه، راه كنولي نديباني به، كنصوب به يا اما ساندويتشات يا اما بحال هكايا هاد باستيشيو ولا اللي كان. المهم داكشي ديال العشاء كيتحتاج هكا صدر ديال الدجاج. زدت البنات درت مليحه والبزار، زدت شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الزعتر صافي، ودرت لاصوص الصوجا ونخليها حتى تقلى وتوجد طيب ليا داك الدجاج صافي. وغادي نعمر هنايا غادي ناخذ هذا المول هذا ونضيف طبقه ديال الفريت ونزيد عليها طبقه ديال الدجاج ونخوي عليها من الفوق البيشاميل، ونولي عاوتاني ندير عاوتاني طبقه الفريت طبقه الدجاج وطبقه البيشاميل ونرش داك الفرماج حتى هو. راه كي قلت لكم كان عندي غير طريفه الفرماج وقلت ماشي مشكل نديباني لهم. المهم هادشي غير نديباني اليوم، ولكن اهم حاجه هو انني ندير لهم داكشي اللي بغاوه. راه الوليدات غير واخا تضحكي عليهم غير بشي حاجه راه كيفرحوا. البنات هنا درت المول ديال الزاج لان دوك عندي داك المولات ديال الطين حتى هما كيجي فيهم باستيشو زوين فرديين، عرفتوهم راه كنت خديتهم واحد المره وريتهم لكم في القناه، كنت كندير فيهم الصراحه ودابا ولاو كيطلقوا ليا
النسمه ديال الطين، كيجيني فيهم بحال المذاق ديال الخليع، بحال واحد المذاق في شي شكل. المهم النسمه ديال الطين كتولي فيهم. صافي ما بقيتش كنستعملهم هادوك، كنستعملهم الا بغيت نحط فيهم شي حاجه عاد كنستعملهم. اما باش نطيب فيهم ما كنطيبش فيهم، الا بغيت نقدم فيهم راني كنقدم فيهم كيجيو زوينين. صافي خليتهم غير داك الاستعمال صافي. اما باش كي قلت لكم باش نطيب فيهم راه ولاو كيطلقوا داك المذاق، ما بقيتش كنطيب فيهم. صافي صوبت شويه ديال العصير باش نرافقوا بهاد عشيوه باستيشيو مع العصير. واللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. وكانت هذه هي العشيوه ديالي اليوم والفكره ديالي ديال اليوم. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، وما تنساونيش من لي لايك ومن التعاليق الزوينه ومن البارطاج، ودعموني البنات وشجعوني باش نبقى دائما نحط لكم دائما نعطي اكثر. وبسلام عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.